واعلم أن مواقع التواصل لا تغني عن التواصل الحقيقي مع الناس، وطبعًا دي حتّة مهمة. حضرتك بنبقوا قاعدين في أي تجمُّع كل واحد ماسك تليفونه وشكرًا، طبعًا ده كلام فاضي. لازم نراعي صلة الرحم أهو، إن الإنسان أصلًا كائن اجتماعي بفطرته. حضرتك بتبقى على السوشيال ميديا يا سلام، فظيع، تقعد قدّام الناس عندك رهاب اجتماعي، ولا بتتكلم ولا بتنطق ولا بتتنفس ولا بتعمل أي حاجة. فالفلسفة في دراستها إعادة لتشكيل الحياة. بيقول لك إن دور الفلسفة أصلًا هو بيغيّر من حياتنا، بيغيّر من مضمونها، بيغيّر من تفكيرها. يبقى إحنا بندرس فلسفة مش عشان نقعد نتراوشن ونستعبط، لأ، الفلسفة دي فكر، حياة، وجهات نظر. يبقى إحنا ظهرت الفلسفة عشان طريقة تفكيرنا مالها اتغيّرت. اللي هو عايز يوصّله لك من الحتّة دي زي ما قُلت لك إن أنت حُر، زي ما أنت حُر في حياتك، حُر تختار اللي أنت عايزه، تلبس اللي أنت عايزه، تاكل الأكل اللي بتحبه. أنت كمان حُر في اللي أنت بتنشره، بس لازم اللي أنت بتنشره ده ما تتجاوزش فيه ولا حدود غيرك، ولا تتعدّى على الآخرين، ولا تشهر بحد، ولا تسرق معلومات من حد، ولا تهدّد حد. الحياة دي موجودة عشان إحنا نتواصل مع بعض، وفي نفس الوقت إن إحنا نقدر نحافظ على حدودنا ومساحتنا الشخصية.